مش معنى ان انا راجل يبقى احسن من الستات، او بمعنى اصح او ليه الرجاله بتخس اسرع واسهل من الستات. الموضوع هنا بيقف شويه على الهرمونات، ان عندك هرمونين. اول هرمون التستوستيرون، وده مسؤول عن بناء العضلات في الرجاله، الذكوره في الرجاله والشعر والدقن والكلام ده. تاني هرمون الاستروجين، مسؤولين عن ظهور الصفات الانثويه شويه في الست. هرمون الاستروجين موجود عند الستات 9 اضعاف ما هو موجود عند الرجاله، وهرمون التستوستيرون موجود 12 ضعف عند الرجاله من اللي موجود عند الستات. وهنا انت محتاجه تضاعفي مجهودك مرتين او اكتر عشان توصلي للنتيجه اللي الراجل بيعملها عشان يخس. هتيجي بقى هنا واحده تقول لي طب ما انا ازود هرمون التستوستيرون عندي عشان احرق بسرعه واحرق دهون. هقول لها طبعا انا سمعنا الكلام ده قبل كده وفي ناس اقترحته كتير، بس طبعا ده كلام غلط خالص وهو حد يعمله. كل اللي انت محتاجاه ان انت تظبطي معدلات الهرمون بتاعتك، واهم حاجه عشان تعمليها عشان تظبطي مستويات هرمون الاستروجين عندك وجسمك يحرق كويس، اول حاجه لازم تتعرضي للشمس كويس جدا، لان ده بيديكي فيتامين د اللي بيحسن من هرمونات جسمك كلها بما فيها الاستروجين. تاني حاجه لازم تحافظي جدا على بكتيريا الاستروبولوم في المعده عندك، لان دي من الحاجات اللي بتساعد في انتاج الاستروجين عندك، صحه الكبد، وبالذات لو في عندك دهون على الكبد بالذات بتبدا من سن ال 40. الحاجه الاخيره والمهمه قوي هرمون الكورتيزول، لازم نحافظ على هرمون الكورتيزول انه ما يعلاش، وده من ضمن الحاجات اللي بترفع عندها مقاومه الانسولين ويخلي وزنها يزيد بسرعه جدا. وزي ما قلنا اهم حاجه صحه الكبد وان الكورتيزون بتاعك ما يعلاش. في هنا مكملات بتحسن من صحه الكبد جدا، وفي مكملات بتقلل مستويات الهرمون الكورتيزول للمستوى الطبيعي. اكتبي لي كلمه استروجين في الكومنتات تحت وهبعت لك اسماء المكملات.